والجواب من كل من يستطيع أن يجاوب عليه. الكتاب ده اسمه كتاب إيه؟ التوحيد. مؤلفه اسمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. تعرف من وانا في الثانوي في الأزهر دائما أسمع الوهابية، احذروا الوهابية، لدرجة ان انا مرة وانا رايح بعد ما رحت الكلية وانا ما اعرفش يعني ايه وهابية ولا اعرف يعني ايه كتاب التوحيد. هذا والله وقع. انا رايح امتحان الكلية، ففي واحد في القطار اللي مركب القطار يعطاني كتاب صغير كده، انا حتى ما قرأتش الكتاب اسمه ايه، انا خدته في ايدي وخلاص. دخلت لجنة الامتحان، المراقب بيلم اي حاجة معاك في اللجنة بياخدها، فاخذ الكتاب وبص فيه وبص لي، انت وهابي ولا؟ انا والله ما اعرف حاجة. قلت له يعني ايه وهاب؟ انت وهابي؟ انا حوريك يا عم، استنى بس، في ايه الكتاب ده؟ في ايه؟ خلاني طول اللجنة الكتاب ده ايه؟ سبحان الله، الكتاب ده فيه ايه؟ خلصت الامتحان طبعا لوحدي، على اساس اني كنت اغش يعني، لوحدي وكله بعيد، طول اللجنة بص في ورقتك. حاضر يعني. طلعت من اللجنة عايز اعرف ليه قال لي الكلمة دي، ورحت رجعت القطر ثاني وشفت وجبت الكتاب وقرأت، لقيت مكتوب كتاب ايه؟ قرأت زي ما احنا قرأنا كده على مدى سنة تقريبا بنقرأ فيه، ما وجدت فيه إلا قال الله قال رسوله. أنتم كأنا من عوام المسلمين، هل رأيتم في هذا الكتاب شيء يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء به أصحاب المذاهب الأربعة؟ أنا أسألكم، يعني أنا قلت شيء نكرا، قلت شيء ليس فيه قال الله، ليس فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فهذا الرجل مظلوم، هذا الرجل مظلوم. أحد علماء المسلمين ذهب إلى الهند وقطع الغلاف بتاع كتاب التوحيد، شال الكتاب الغلاف المكتوب عليه اسم الكتاب واسم الشيخ. كان في رجل من علماء الهند يصبح الناس يعني طلبته بالدعاء واللعنة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويمسيهم بهذا الأمر. فذهب الرجل إليه قال يا شيخ هذا الكتاب أريد منك أن تقرأ، وأعطاه كتاب بدون اسم الشيخ. قرأ الكتاب وبعد يومين قال هذا كتاب فريد في مادته وكل ما فيه حق. أما طلع له الغلاف قال له ده الرجل اللي انت بتلعنه كل يوم. فكان من يومها يدعو له كل يوم. فدائما لا تحكم على أحد بمجرد سماعك، ولكن اقتحم أنت بنفسك وافهم